ايوه كان عندي بقى شويه رز كده باقيين، رز ابيض عادي جدا، وصعبان عليا طبعا ان انا ارميهم، فعملت بيهم غدا تحفه. يلا بسم الله. اول حاجه معانا سمنه متسيحه، وهنحط عليها بصلايه كده متقطعه وسط. لما السمنه تسخن حلو جدا، ونبدا نشوح البصلايه لحد ما تدبل، بس مش عايزين نديها لون خالص. وبعد كده ننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا عليها، ونديهم تقليبه مع بعض لحد لون اللحمه ما يتغير. واول اللون ما يتغير هننزل عليها بمعلقتين من الصلصه، ونقلبهم تقليبه، وبعدين نديهم كده شويه ميه علشان تستوي اللحمه معانا حلو. وبعد ما تستوي بقى كده وتبقى تمام، هنبدا نبهر البهارات بتاعتنا. هننزل عليها بمكعبين من مرقه الدجاج، ورشه من الفلفل الاسمر، رشه بسيطه من جوز الطيب لو حابين، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ. ومش هنحط ملح علشان في مرقه دجاج. كده خلاص اللحمه. هنروح بقى للطبقه التانية معانا، ودي لتر من الحليب كامل الدسم زي ما احنا شايفين كده. هننزل عليه ب5 معالق من الدقيق، وعليهم 3 مكعبات من مرقه الدجاج، رشه فلفل اسمر، معلقه من اللبن البودر، معلقة كبيرة من القشطة أو علبة قشطة كده زي ما احنا شايفين، ومعلقتين من الزبدة أو معلقة من الزبدة. وهنقلب الكلام ده كله. طبعا اللبن بارد مش سخن خالص، كده على البارد هنقلبهم حلو. بعد كده نروح نرفعهم على النار لحد القوام ما يتقل، برضو مع التقليب المستمر زي ما احنا شايفين القوام كده تقل وبقى مظبوط جدا، تمام جدا. هنروح بقى نحط عليه جبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا أو ميكس، وننزل عليهم ببيضتين كده، بس نقلب بسرعة عشان البيض ما يستويش في البشاميل. هنجيب الصينية بقى بتاعتنا، وهنبدأ نرص بقى الطبقات. هنحط طبقة من البشاميل تحت الأول، وبعد كده هنحط عليها طبقة من الرز كده زي ما احنا شايفين. طبعا حطينا طبقة البشاميل علشان تدي للرز تحت طعم حلو، وفي نفس الوقت الرز ما يتلسعش معانا او ينشف لما يدخل الفرن. هنحط طبقة حلوة، مش طبقة كتير قوي، طبقة بسيطة جدا كده من الرز، يعني طبقة رفيعة. وعليهم بقى هنحط طبقة من اللحمة اللي احنا عصجناها مع بعض كده زي ما احنا شايفين. وفوق اللحمة برضو هنحط طبقة بسيطة من البشاميل علشان تبقى غرقانة كده في الصوص البشاميل وتبقى تحفة. وفوقيهم بقى طبقة من الرز زي المكرونة بالبشاميل بالظبط، بس دي بالرز. طعمها تحفة، هتعجبكم جدا. حاجة كده ما بين البشاميل وما بين الرز المعمر، بجد خطيرة. واخر حاجة طبعا على الوش هنحط بقى البشاميل بتاعنا بقيته كله، وندخلها الفرن بقى تتحمر كده من على الوش زي ما احنا بنعمل مكرونه بالبشاميل بالظبط. شايفين التحفه والجمال؟ خطيره. ونطلعها طبعا لو سخنه هتبقى سايحه خالص كده زي المكرونه بالبشاميل بالظبط، ولو سبتوها تبرد هتبقى متماسكه وهتطلع خرط مظبوطه. زي ما بتحبوا بقى تاكلوها، كلوها متماسكه او جوسي كده في نفسها، بجد خطيره جدا وجديده. وطبعا استفدنا من الرز بتاعنا وعملنا غدا كامل جدا، مش ناقص اي حاجه زي المكرونه بالبشاميل بالظبط. قولوا لي بقى مين يعرف الصينيه دي ومين ما يعرفهاش. قولوا لي بقى رايكم في الصينيه الجامده دي، بجد تحفه خطيره. واستفدنا من الاكل بتاعنا طبعا علشان ما نرميش اي حاجه. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ونورتوني. باي باي.